اتأخرنا شوية بس كان لازم نتكلم عن ماتش. ليه الأهلي ظهر بالشوط التاني بالشكل ده؟ جمهور الأهلي عمل اللي عليه بزيادة. أنا كنت جوه الاستاد واتفرج. بعد الماتش جمهور الأهلي فضل يحتفل برضه. معلش على الصوت، الواحد من تشجيع صوته رايح شوية. الشوط الأول احنا كنا في الاستاد، أنا كنت قاعد في الاستاد، ما شفتش التشكيل غير ساعة ما الاستاد أعلن التشكيلة. مبقناش فاهمين احنا هنلعب ازاي، بالذات بعد نزول هاني وكوكا وياسر وبنداري. بعد كده لقينا حمدي فتحي، لقينا مروان عطية، لقينا بن رمضان، لقينا إمام عاشور، لقينا وسام أبو علي وتريزيجيت. فاحنا قاعدين نفكر أهلي مين اللي بيلعب الجناح اللي في الناحية التانية. عارفين تريزيجيت خلاص هيمسك الناحية دي، مين اللي هيمسك الناحية دي احنا مش عارفين. بدأ الماتش كلنا عارفين إن فريق انتر ميامي ما عندهمش غير ميسي، الكلام ده من قبل الماتش، من قبل البطولة. شفنا الماتش احنا قاعدين في الاستاد، انا قاعد ورا الجون، الفرقة كلها ماشية كده. طب ايه الفكرة؟ الناحية دي فاضية ليه؟ واحنا عندنا اصلا جوانح كتير في الفرقة، يعني عندنا حسين شحات كان بره، عندنا كان زيزو بره، عندك طاهر محمد طاهر بره، عندك بن شرقي بره. احنا مش جايبين كل ده عشان نلعب بالطريقة دي. بس قلنا هنشوف الفكرة بتاعت المدير الفني. المدير الفني كان عامل كده عشان يقفل على ميسي، وفعلا الشوط الاول قدرنا نلعب وضيعنا فرص كتير. هنيجي على الفرص واحدة واحدة دلوقتي. وسام ابو علي جاي لك قبل الماتش بثلاث ايام، كان عنده بطولة بتاعت تصفيات اسيا لكاس العالم، وربنا ما وفقش منتخبه وخرج بره البطولة. الراجل جاي ملحقش يتعافى، والشوط الاول كله واضح ان هو مش قادر. والشوط التاني 3 مرات انا في الملعب وشايف طلب تغيير. انت اتاخرت في تغييره ليه؟ جراديشار جاهز، انت ما بداتش بجراديشار ليه؟ انت كان عندك فكره انت تلعب وتعمل كرات عاليه عشان هما كلهم كانوا قصيرين في انتر ميامي، في سواء خط الدفاع او الوسط او الهجوم، بعيد عن سواريز. ودي كانت فكره كويسه، وعملت كذا كوره عرضيه، وسام جاب واحده طلعت اوفسايد. طبعا انا ما شفتش الماتش فما اعرفش كوره اوفسايد ولا لأ. انا شفت الماتش لايف فما فيش اعادات، الفار ما دخلش. واحنا هنتكلم موضوع الفار في موضوع الطرد بتاع اللاعب رقم 6 اللي انا مش فاكر اسمه بتاع انتر ميامي. لكن واحدة تتصد، التانية تتصد، واحدة تخش جون اوفسايد. ثم لقطة ضربة الجزاء من زيزو. ضربة الجزاء ما جت انا واقف ورا الجون، تريزيجيت ماسك الكورة بشكل غريب واحنا مش فاهمين ايه اللي فيه. جه وسام وجه زيزو، النقاش حصل بين وسام وتريزيجيت، احنا مش شايفين حاجة، بس كل اللي احنا فهمناه بيقول له المفروض انا، فتاني لا ارجع خليك ورا. دخل زيزو كلمه ما اعرفش قالوا ايه، في الاخر زيزو رجع ورا. الاستاد كله ساعتها كان بينادي على كلمة واحدة، زيزو زيزو. ليلة تريزيجيت مسكها مفيش مشكلة، برضه قعدنا نسقف وهي ومش هي. أنا واحد بشجع الأهلي من 2001، فأنا عارف تريزيجيت من أيام الناشئين كمان. تريزيجيت ما بيعرفش يجيب ضربات جزاء، بيضيع كتير، فأنا كنت قاعد قلب يعني حاطط إيدي على قلبي وعمال أقول يا رب يشوطها في النص بالراحة وخلاص. شاطها ما جنب النص بحاجة بسيطة، هي ما راحتش على اليمين قوي. كرة اتصدت، انا ما فهمتش هو عمل ايه. كرة رجعت جون خبطها مش عارف بقى بايده وبرجله، انا شفنا كرة رجعت تاني. اغرب تصرف عمله تريزيجيت، ومن هنا تريزيجيت بقى اوت اوف جيم. تريزيجيت من ساعة ما لعب برضه هو كل اللي همه ياخد ميسي وياخد رقم 6، ياخد ميسي ورقم 6. رقم 6 ده المفروض يترمي دقيقة 35، والفار ما دخلش ليه احنا ما نعرفش. كان في فار على حسب ما شفناه في الملعب. قبل الماتش جابوا حكام الفار وجابوا اوضه الفار في الشاشات. اوكي خلاص، خلص الشوط الاول، احنا عملنا شوط عالمي، الفرقه كلها مختفيه. بس الفكره مش حد حاطط ميسي في جيبه. انا واحد اللي يعرفني انا اهلاوي مدريدي، وبالنسبه لي اسطورتي هو كريستيانو. بس هو غالبا ميسي كان عامل في العقد بتاعه مش عارف 45 دقيقه في اول ماتش، ما تفهمش. لكن احنا ولا حطينا ميسي في جيبنا ولا غيره. بن رمضان رقصه، مروان عطيه قطع كام كوره في الشوط الاول، بس ميسي ما كانش بيجري. وده اللي انا هثبته لك في الشوط الثاني، وده اللي احنا شفناه في الشوط الثاني. دخل الشوط الثاني اللعيبه كلها ميته، تسال في ايه يقول لك الرطوبه. رطوبه ايه؟ مبدئيا الجو درجه الحراره في المياه ما كانتش وحشه،
انا راجل عايش في فلوريدا، بقول لكم درجه الحراره اليوم ده كانت جميله بالنسبه لبقيه الايام اللي احنا فيها. يعني درجه الحراره النهارده تعدي 39 40، اليوم ده كانت درجه الحراره 31 32. الجو كان وحش مش حلو. الجو كان حلو، اسف، مش وحش. فانت ما تيجي تكلمني تقول لي اصل الرطوبه ومش رطوبه، الرطوبه ما كانش فيه رطوبه. انا كنت في الاستاد. فانا ما فهمتش اللعيبه اللي ركلتها وقعت بسرعه دي ليه. حلو. تالت لعيبه عندك مروان عطيه، حمدي فتحي المختفي تماما عشان ما فيش جناح يمين، وما نزلتش اي جوانح غير في الاخر خالص، بس ما علينا. اليو ديانج عندك خط الوسط ما استخدمتوش. يحيى عطية الله، انا لو انت مش عاوز تستخدمه انت عندك يحيى دبيس وتسيب كوكا خط الوسط، وكوكا مش وحش. كوكا قدم ماتش اعلى من الماتش اللي فات بتاع ميامي. فانت غلطت ولازم تصلح الغلط ده. تاني حاجه، اشرف بن شرقي ما نزلش ليه؟ اللي برضه في ناس، اشرف بن شرقي عمل مشاكل بتاع، انا قاعد عيني على دكه الاهلي عشان اشوف البودره اللي هتنزل والكلام ده كله، انا ما شفتش اشرف فتح بقه. ممكن يكون جوه الاوضه، الله اعلم. الشوط التاني ميسي عمل كل ما تتخيله، وشوفنا تألق كبير من الشناوي، وشوفنا تألق من ياسر، وشوفنا تألق من بنداري. حتى ما جت الغلطة وقلبنا وقع بس الشناوي شالها الحمد لله. يعني غلطة احنا كلنا اتشلينا احنا في الملعب، وبالذات ان الشوط التاني الشناوي كان واقف جنبي، يعني انا كنت ناحية الجون الاهلي. اما اشوف داري بيشوط الهوا، اشرف اسف ياسر بيشوط الهوا، وبعد كده داري بيجري يشوط الهوا والكرة تخبط تروح مش عارف لحد من ميامي، تخبط ترجع تاني، الحمد لله لا ينام في ايد الشناوي. دي انا لغايه دلوقتي مش فاهمها. وسبب علي شابوه على الكرة اللي شالها. انا كنت قاعد في الاستاد، الجماهير كلها قامت صوتت اول ما الكرة دي دخلت وجون وخلاص. الناس مجرد ما بتقف انا ما بشوفش، فبضطر اقف عشان نشوف. انا ما وقفت انا شايف الناس بتهيص، فانا مش عارف الكرة دخلت في جون ولا ايه. لقيت الشناوي طالع بيها وبيحدفها، فقلت خلاص الكرة مش جون، مش عارف الناس دي مجانين ولا ايه. كرة ميسي اللي جت في العارضة من بره وطلعت الفاول، برضه الناس كلها قامت هيصت. انا عمال ابص شايف الشناوي بيحط ضربة مرمى في ايه يا اخوانا. فالحمد لله الماتش خلص على كده. هنيجي على كرة حسين الشحات الأخيرة. حسين الشحات قبل الماتش كان عامل لقاء وكان بيتكلم ان انا عاوز العب من غير ضغوطات. انا شايفه مضغوط من ايه؟ انا مش صاحب حسين عشان نتكلم، بس يعني هو قال لك انا بلعب من غير ضغوطات. ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن تحط ضغط على حسين؟ ان انت فاضل لك جون وتتساوى مع كريستيانو في عدد الاهداف، فاضل لك جونين وتنفرد بصداره كاس العالم في تاريخ كاس العالم كله. ده اللي عامل عليك ضغط؟ ما تفكرش في الموضوع. انت رايح بالكوره، وهنا برضه بشيد بميسي. ميسي الكورة اتلعب وبعد كده الكورة اتقطعت ورجعوا. ميسي رجع من 18 لل 18 في سكة 10 ثواني إن لم تخني الذاكرة. أنا قاعد مركز على الملعب كله. ميسي مكانش رجع كان هيبقى 4-1. طلعت حسين شحات طلع جنبه قفشة، وميسي رجع غطى على قفشة، ومعاه جراتشار وطاهر الناحية التانية. قعدت تجري 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 لغاية ما بقيت 4-3. حد تاني رجع من ميامي مش هفتكر اسمه طبعا، أنا مش فاكر أصلا مين اللي كان المدافع اللي بيرجع. في الاخر المدافع الرابع اللي جاي من ورا غفلك وخدها ورجع. انت كنت بتفكر في ايه؟ محدش يعرف. اتعاقبت، الحمد لله انت اتعاقبت. تريزيجيه اتعاقب، الحمد لله تريزيجيه اتعاقب. طب ليه الاهلي في المركز الاول؟ مش عشان حروف ابجديه ولا حاجه، عشان اللعب النظيف. الاهلي مع انذار، فرقه الاهلي مع انذار واحد. فرقه مين في المركز التاني؟ اعتقد بورتو في المركز التاني عشان مع انذارين، بالميراس معاه 3، ميامي معاه 4. طيب الاهلي محتاج ايه الماتش الجاي؟ وده هنتكلم فيديو لوحده. يكسب 1-0، يصعد رسمي. هتقول لي ازاي؟ هيبقى معاه 4 نقط والمراس 0 ومرباص 1 وبورتو 4. بورتو يكسب الاهلي 7. بالميراس لو كسب 4 هو كمان بياخدوا مواجهات مباشره مش بياخدوا بالاجوان. يعني بالميراس لو جاب 100 جون في ميامي، مواجهه مباشره بينه وبين الاهلي، فيصعد رسمي. فنهدى ونقول يا رب. سلام. يشتمونا دلوقتي والله، يشتمون. علي علي علي. أوه 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 علي
الاستقبال ومعنا صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرضه قليل. أوه 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 فريق كبير. تعالي مش هنطلع كده. دايما بيشجع الابطال. فريق كبير ما تطلعش.